بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. يا رب افتح لنا أبواب رحمتك وعصمنا من الشيطان. اشف المرضى وارحم الموتى، اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك. واشهد ان لا اله الا الله جعل لكل واحد مقاما معلوما. لما عبر الحبيب المصطفى سدرة المنتهى نادى على جبريل: يا جبريل، أفي هذا المكان يترك الخليل خليله؟ قال جبريل: يعز علي فراقك يا رسول الله. يعز علي فراقك يا رسول الله. انك اذا تقدمت اخترقت وانا اذا تقدمت احترقت. يا جبريل، يا جبريل، أفي هذا المكان يترك الخليل خليله؟ نعم، نعم يا رسول الله. وما منا إلا له مقام معلوم، هذا مقامه. إنك إذا تقدمت اخترقت وانا اذا تقدمت احترقت. والذي بعثك بالحق لو اني تقدمت خطوة واحدة لاحترقت بنور الجلال. يا رسول الله، يا رسول الله، طفت السماوات او ما فوقهن بهم على منورة درية النجم. مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله، وقدرة الله فوق الشك والتهم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد، يا محمد. وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلم. يا محمد هذا العرش فاستلم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح، لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد، يا محمد هذا العرش فاستلمي. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله بعدما عاد من رحلتي الإسراء والمعراج سألوه
يا رسول الله هل رأيت ربك؟ هل رأيت ربك؟ فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام رأيت نورا، رأيت نورا. فهل نحن سنرى ربنا يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، يا رسول الله، سريت من حرم ليلا الى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى وبت ترقى الى ان نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. اشهد انك بلغت الرسالة يا حبيبي، واديت الامانة، ونصحت الامة، ومحوت الظلمة، وكشفت الغمة، وجاهدت في الله حق جهاد، فجزاك الله عنا يا حبيب قلوبنا خير ما جزى نبيا عن امته. سيدي يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النساء وما ناحت على الايك الحمائم، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. متى كان السؤال واين؟ معشر الاخوة الاعزاء، مع الدرس 27 و200 اجيب عن هذين السؤالين: من المخاطب ومن المخاطب؟ اما المخاطب فهو الله جل في علاه، واما المخاطب فهو حبيبنا محمد حبيب الله ومصطفى. الله يقول له: واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا. متى سألهم واين سأله؟ متى سأل الانبياء وهو لم يلتق بهم لانه خاتمه؟ واين سألهم وهو لم يجتمع بهم لانه اخرهم؟ اما متى فكان الجواب على هذا السؤال ليلة الاسراء والمعراج. واما اين فكان الجواب على هذا السؤال في المسجد الاقصى. وعندما يتردد على لساني اسم المسجد الاقصى اشعر بألم ينتاب قلبي وقشعريرة تقشعر فؤادي، ذلك لانه مضى 10 سنوات على اغتصاب اليهود لمصر ورسول الله. 10 مرات نذهب الى المسجد الاقصى وهو اسير.
وهو يئن وهو يقول لربه رب إني مغلوب فانتصر. 10 سنوات مضت على المسجد الأقصى وهو يقول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا تسألوني لماذا ضاع المسجد الأقصى، لأنكم لو سألتموني هذا السؤال سأقول لكم كان يجب أن يضيع المسجد الأقصى لأن المسلمين ليسوا كفءا له. الشعب المصري بالأمس قضى مع مدرسة المشاغبين حتى بعد أن أذن الفجر، فهل قام واحد من القابعين أمام الصنم؟ هل قام واحد منهم ليقول لمؤذن الفجر وهو ينادي على الأمة الغافلة الغافية الصلاة خير من النوم خبروني بربكم؟ هل قام واحد ليقف بين يدي الله بعد مدرسة المشاغبين؟ لا تسألوني لماذا ضاع المسجد الأقصى، لأنني سأقول كان يجب أن يضيع المسجد الأقصى. هل إسرائيل سهرت حتى بعد الفجر أمام فيلم أو مسرحية أو لا؟ هل كان موسى ديان رئيسا للنادي الأهلي كما كان مشيرنا؟ لا. قبل أن يكلف ديان بوزارة الحرب أين كان ديان؟ هل كان ينشق الأنسام على شواطئ الريفيرا؟ هل كان ديان يتنزه على شواطئ اوروبا؟ هل كان ديان على علاقة بالراقصين والراقصات والمطربين والمطربات؟ اسألوا التاريخ اين كان ديان قبل ان يتولى وزارة الحرب. كان ديان يتلقى تدريبات في فيتنام وينام بين الادغال. ديان الجنرال ديان كان يتلقى تدريبات على حرب العصابات في فيتنام. لم يكن رئيسا لنادي الزمالك ولا للنادي الاهلي، انما كان يتلقى التدريبات هناك وينام بين الادغال، ينام في الجبال، لم يكن ينام على الحرير ويرفل في الذهب، انما كان ينام هناك والبرد شديد. فلما تولى وزارة الحرب ضرب في 3 جبهات. خذوا العبرة من الأعداء، خذوا العبرة من الأعداء. من المسؤول عن ضياع المسجد الأقصى؟ المسؤول عن ضياع المسجد الأقصى جمال عبد الناصر وجنوده ورفاقه ومشيره. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. المسجد الأقصى فتحه عمر بن الخطاب
من سنة 15 هجرية، ويوم دخله فاتحا دخل المسجد الاقصى وغلامه راكب وعمر يمشي على الارض. تقرأوا التاريخ. عمر دخل المسجد الاقصى ماشيا على قدميه، وغلامه يركب الدابة. وقال البطريرك صفرنيوس بطريرك مدينة القدس: اننا لا نعطي المفاتيح الا لرجل قرأنا عنه في كتبنا. ولما دخل عمر ماشيا وغلامه راكب قال البطريرك: هكذا قرأنا ان الذي يتسلم مفاتيح المسجد الاقصى يدخل المدينة ماشيا وغلامه راكب. وقبل ان يسلم عمر المفاتيح قام فعد الرقع التي كانت في ثياب عمر فوجدها 17 رقعة، فاعطاه المفاتيح وقال: هاتان الصفتان لا تتوفران في احد الا فيك يا عمر. يدخل ماشيا على قدميه وفي ثوبه 17 رقعة. استغفر الله، بل 17 من التشريفات الالهية. لا اقول رقعا، انما اقول 17 وساما من الله. وبعدما تسلم عمر المفاتيح لم ياخذه الغرور، لانه رجل لم يستطع الغرور ان يقتحم عليه اسوار نفسه المنيعة. فماذا عمر وماذا فعل بعدما تسلم مفاتيح مدينة القدس، وهو الرجل الثاني الذي دخل المسجد الاقصى من المسلمين بعد رسول الله؟ ماذا صنع ليلته؟ هل احضر فرقة لاحياء ليلة حمراء؟ هل ظل جالسا يترنم يهز رأسه ذات اليمين وذات الشمال على انغام الوتر؟ هل جلس امام كؤوس الصهباء وعن يمينه وشماله الغيد الحزان؟ اسألوا التاريخ. ماذا فعل عمر ليلة تسلم مفاتيح المسجد الاقصى؟ هل جلس امام مسرحية مدرسة المشاغبين وضاع عليه صلاة الفجر؟ اسألوا التاريخ ماذا فعل عمر بعدما تسلم المفاتيح؟ خر ساجدا لله سجود الشكر، وبعدما رفع الرأس من السجود بكى بكاء الام التي ذبح ولدها الوحيد في حجرها. معه يبكي وهو الذي تسلم مفاتيح مدينة القدس. ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ يا عين قد صار البكاء لك عادة، تبكين في فرح وفي احزان.
هل اقام عمر ليلة صاخبة من ليالي الشيطان احتفالا بفتح مدينة القدس؟ لا، سجد ثم بكى. ما يبكيك؟ قال اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فينكر بعضكم بعضا وينكركم اهل السماء عند ذلك. اخشى ان تفتح عليكم الدنيا فينكر بعضكم بعضا وينكركم اهل السماء عند ذلك. يا معاشر الاخوة، لأذهب مع رسول الله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى لأقضي لحظة معه في ليلة صفت سماؤها ورق ماؤها وطاب هواؤها ونامت المياه في البحار وهدأ الكون ونام الانام ولم يبق الا الواحد الديان. طرق الامين جبريل باب رسول الله ليلا وقال له السلام يقرئك السلام ويقول لك استعد الليلة لزيارة الله رب العالمين. زيارة إلهية مباركة مباركة. وينتقل الرسول من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى والمسافة بين المسجدين 850 ميلا، 850 ميل. وفجأة تطأ قدم رسول الله المسجد الاقصى ويقدم له الامين جبريل تحية القدوم. قدم له اناء به لبن واخر به خمر وقال اختر ايهما لتشربه يا رسول الله. فمد الحبيب يده الى اللبن وشربه. فقال له الامين جبريل لو انك شربت الخمر لغوت امتك ولكنك شربت الفطرة كلها فدينك صاف صفاء اللبن. ولذلك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اذا اكل طعاما اي طعام دعا الله قائلا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه. اما اذا شرب اللبن قال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه. وان لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. واذا ما دخل الحبيب المسجد الاقصى اذا برب العالمين يجمع له المرسلين الذين سبقوه في الزمان ويتفقد الرسول كوكبة الانبياء واذا من بينهم خليل الرحمن ابراهيم واذا بهم جميعا يصرون على ان يتقدمهم الرسول في الصلاة واذا بالحبيب يصلي بهم اماما ركعتين. ما معنى هذا؟ ولماذا صلى بهم رسول الله؟ لماذا ومن بينهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى؟
لماذا ومن بينهم انبياء بني اسرائيل؟ لماذا محمد بالذات؟ لماذا؟ ليعلن امام البشرية جمعاء ان النبوة في بني اسرائيل قد انتهت، وان هذه الشركة قد سلمت مفاتيحها لمحمد. لقد جمعتهم لك يا محمد، فاسأل، اسأل من ارسلنا من قبل، اسأله، اسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ فقال النبي بناء على هذا السؤال: والله لا اشك ولا اسأل، انت الواحد، انت الواحد في ذاتك لا شريك لك، انت الواحد في صفاتك لا قسيم لك، انت الواحد في افعالك لا شبيه لك. وبعدما فرغ الامام العظيم والرئيس الكريم محمد من الصلاة، اذا بالنداء ينادي: هيا الى عالم السماء يا محمد. وهنا لا بد ان اسأل سؤالا: لماذا يختلف الناس حول الاسراء والمعراج؟ بعضهم يقول لقد كان الاسراء بالروح والجسد، والبعض يقول بل كان بالروح فقط، والبعض يقول كان الاسراء بالجسد وكان المعراج بالروح. وهؤلاء واولئك جميعا غفلوا عن حقيقة ان الله تبارك وتعالى صدر الآية بقوله سبحانه، وكلمة سبحان لا تستعمل الا اذا كان الامر عجيبا. واين العجب اذا كان الاسراء بالروح وحدها؟ ألسنا جميعا يسرى بارواحنا ونحن نيام؟ الله يتوفى الانفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لماذا الخلاف؟ اذا قال الله سبحان الذي اسرى بعبده لا بروح عبده، سبحان الذي اسرى هو بعبده، يجب ان نتأدب امام النص الكريم. اذا نطق القرآن فلا كلام، لا كلام بعد كلام الله. اتستبعد على خالق السماء والارض ان يسري بنبيه وان يعرج به الى السماوات؟ اجب عن هذه الاسئلة. هذا الكوكب الارضي الذي نعيش عليه، ما قطره وما محيطه وما وزنه؟ 3 اسئلة. هذه الارض عضو في مجلس الادارة الشمسية، ومجلس هذه الادارة رئيسه الشمس واعضاؤه 9: عطارد والزهرة والارض والمريخ والمشتري وزحل واورانوس ونبتون وبلوتو. 9 كواكب تدور حول الشمس بقدرة من لا يغفل ولا ينام. هذه الارض عضو ضمن الاسرة الشمسية او العائلة الشمسية او العائلة الشمسية او المجموعة الشمسية. ما قطرها؟ ما قطر الارض؟ وما محيطها؟
قطرها 12700 كيلو متر، محيطها 39500 كيلو متر، وزنها 6000 تريليون طن، 6000 تريليون طن. ولكي تكتب هذا الرقم تكتب رقم 6 وعن يمينه 27 صفرا. 6000 تريليون طن. من الذي امسكها في الفضاء؟ من الذي حملها؟ انا لا اجيب ثاقلوا رؤوسهم عن الصلاة، ودول اللي ربنا قال فيهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ابن عباس رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية قال الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. خد بالك بعد ما تسمعني لا اله الا الله، وحد يا مسلم، وحد من لا يغفل ولا ينام، وصلي على النبي العدنان. شوف ابن عباس بيقول ايه؟ بيقول الحمد لله اللي ربنا قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، لان لو الايه كانت قالت الذين هم في صلاتهم كنا كلنا مشرفين على قسم الويل. ليه؟ ان ما فيش حد بيخلو من السهو في الصلاه فيها. ده احنا ما بيحللناش التفكير الا واحنا في الصلاه، خصوصا الصلاه بتاعت اخر الشهر، تبقى الجيوب بقى مصابه بالزكام الحاد وما فيش فلوس، ويقعد بقى الواحد اول ركعه يعملها جمع والثانيه طرح والثالثه قسمه والرابعه ضرب. تايه هيدفع البقال كام وهيدفع للمكواجي كام وهيروح يدي دروس خصوصيه لاولاده بكام واجره السكن كام ويقول السلام عليكم ورحمه الله ويقرا التحيات مكان الفاتحه وينزل الفاتحه مكان التحيات وشغل لخبطيشن وحوس. ما تسمعنا الصلاه على النبي. اهو ده بعد ما يسلم التسليمتين تقول له الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني. ولذلك ربنا بيقول في الحديث القدسي ايه؟ عبدي تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنى واسد فقرك والا تفعل ملأت صدرك شغلا ولا اسد فقرك. يعني بس حتى وانت واقف ال5 دقايق خليهم ليا خالصين. ده انت لما بتقوم تصلي الله ينصب وجهه الى وجهك، فاذا التفت العبد في الصلاة نادى عليه الله قائلا عبدي أهناك من هو احسن مني حتى تلتفت اليه عني. الله يا سلام يا سلام. ده خدت بالك ان الصلاة ايه؟ ركوع وسجود وسلام؟ ابدا، ده الصلاة عبارة عن مكالمة لاسلكية مع مالك الملك. ده انت ما عندكش فكرة وانت في الصلاة ربنا بيقول لك ايه. ده انت وانت بتقرا الفاتحة بتقول الحمد لله رب العالمين، ربنا بيرد يقول حمداني يا عبدي. وبعدين الرحمن الرحيم يقول اثنى علي عبدي. وبعدين مالك يوم الدين مجدني يا عبدي. اياك نعبد واياك نستعين، مني العون ومنك العباده. اهدنا الصراط المستقيم سالني عبدي ولعبدي ما سأل. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سالني عبدي ولعبدي ما سأل. انا بقول الكلام ده ليه؟
انا بقول الكلام ده عشان بين كل آية وآية تبقى تقف شوية عبال ربنا ما يرد عليك، عبال ربنا ما يرد عليك. انما اللي بيحصل ناكل في ساعة ونستخسر في الصلاة 5 دقايق. الكلام ده مظبوط ولا لا يا رجالة؟ ناكل في ساعة، الحقيقة ناكل في ساعة. عبال الواحد قال ما يدخل بيها مزاجه عالي يعمل طبق سلطة بينك، دي خيارة على قطاية على نص نعل كريب على كله يطلع في الغلية ويرون فلفل حامي، يقول لك ده سلطة رجالة. يعني طبق السلطة لوحده بياخد شغل نص ساعة. ده عبال بقى ما تيجي الشوربة وعايز ليمونة خضراء عشان يكسر بها سم ذكر البط، واذا كلمته يقول لك بطل الكلام ده، واذا لقى بطيخ يقول لك انا عايز البط وخد انت الايخ، وهكذا. ياكل في ساعة وبعدين يختم الاكل ب50 شاي، يبقى حبر والعياذ بالله. ونعمل الشاي على 3 ادوار، قال يعني ختام الصلاة. يا سلام يا اخي، يقول لك كلنا وشربنا الشاي. طب وما لو ما شربت في الشاي الاكل مش هيقبل ايه يعني؟ ويعمل 3 ادوار، يبقى قاعد كده على المصطبة عامل ولا البرت اينشتاين بتاع قانون النسبية، وماسك عدة الشاي تقول بيفجر في الذرة. ايه ده؟ انت هتفجرها في ناجازاكي ولا هيروشيما؟ يقعد يا اخويا اول دور حبر ميري، حاجة غريبة. وتاني دور حلو وخفيف شوية، تالت دور لا يشرب عسل اسود. ايه لازمته؟ اتقوا الله في صحتكم. كل شيء يكون بالمعقول. فناكل في ساعة ونشرب الشاي في 30 دقيقة ونيجي نصلي نستغفر في ربنا 5 دقايق. يا سلام يا سلام، بعد ما توحد الله تقول لا اله الا الله وتسمعنا الصلاة على الحبيب النبي. انت بتقرا آية ربنا بيرد عليك، فلما تيجي تاخد الفتحة كلها في نفس لانك مستعجل يبقى ما تشرفت برد الله عليك. لان في ناس اول ما بتاخد الفتحة تقول لك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ايه يا اخينا انت رايح فين؟ ده القصر لسه بدري عليه 5 دقايق مع ربنا. ده انت قاعد مع مدرسة المشاغبين 4 ساعات، 4 ساعات طول الليل في ليلة الجمعة. انت عارف النبي بيقول في ليلة الجمعة ايه؟ وحد يا حبيبي، وحد قل لا اله الا الله. النبي بيقول في ليلة الجمعة ايه؟ اكثروا من الصلاة والسلام علي ليلة الجمعة ويومها فانني اسمع صلاتكم بنفسي. يا سلام يا سلام. في اي يوم تاني غير يوم الجمعة وليلة الجمعة احنا بنصلي على النبي، فيه ملك مخصص بتوصيل الصلاة على النبي، ياخد الصلاة مني ومنك زي البريد ويروح للنبي. يا رسول الله السلام عليك، هؤلاء هم الذين صلوا عليك الآن من أمتي، ويودي البسطة للنبي. إلا يوم الجمعة وليلة الجمعة بيبقى بينك وبين النبي تلغراف لا سلك، طريق مفتوح تصلي عليه. هو دلوقتي سمعنا احنا بنصلي عليه. مش هقول لك بقى التليفون الاخضر ولا التليفون الابيض، لا، ده التليفون اللي مكتوب عليه ايه؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والمصيبة انك تبص تلاقي مدرسة المشاغبين رواية مترجمة عن رواية فرنسية
اسمها فصل المشاغبين. احنا بعد ما كان فصل في فرنسا خليناها مدرسة عندنا. انا مش عارف ايه الهدف من مدرسة المشاغبين. اتسجلت وانزعت 20 مرة والناس حفظتها وسجلتها وقرتها، انما ليلة الجمعة بالذات لابد يلهوا المسلم يوقف سهران لغاية الفجر ويقوم ينام بعد الفجر ما صلاش، والجمعة تقول الله اكبر، قوم يا فلان صلي، يقول لا ده انا تعبان ومش قادر اتلم على عظمي، عظم مفصص طول الليل سهران. بقى ربنا بيقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. انما مدرسة المشاغبين ضيعت الاخلاق. الاخر لا في مدرس بيرحم طالب ولا طالب بيحترم المدرس. النهارده الطالب بيطلع السجارة ويقول للاستاذ تخمس يا استاذ. ايوه خمس، ايوه خمس يا عادل يا امام. ايوه لانه تلقى التعاليم على مدرسة المشاغبين. كان زمان احمد شوقي بيقول قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم ان يكون رسولا. النهارده بنقول ايه؟ قم للمعلم وفيه التلطيشة كاد المعلم ان يكون شويشا. انتهى. النهارده المدرس بيقول للطالب معاك كبريت. حاجة. احنا كنا زمان لما المدرس يفوت من الطريق ما نستجراش نقف وهو واقف ابدا. كنا ندخل نقول يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم على المدرس سايب. يعني كانت النظرة في وش المدرس عبادة. النهارده تدريس ايه؟ تدريس سوقي والامتحان عمولة. والامتحان عمولة. الله، انا عندي طفل ابني في ثالثه ابتدائي وبعدين جايب الشهاده الشهريه بتاعت اكتوبر ونوفمبر وديسمبر، المدرسه مدياله 2 من 50 في الرياض في الحساب. يا ربي 2 من 50. طب حتى خلي في وشك في عينك حصوه ملح اديله 25 من 50. فقلت يا روح شوف ايه شوف التدريس الموضه بتاع اليومين دول. ايه يا مدام انت مديها الواد 2 من 50 ليه؟ قالت اللي يستحقه. قلت لها اللي يستحقه حاجه من 2، هو عليه ايه في الرياضه؟ جبر، ميكانيكا رياضيه، استاتيكا، عليه ايه في الرياضه؟ عليه جبر. ده عليه اجمع ما ياتي 2 و2 يساوي 4. 3 من 2 ما يصحش نستلف لها واحد من الجيران تبقى 12، يبقى 3 من 12 9، وما فيش حد بيسلف اليومين دول. فقولي لي بقى حاجه من 2، يا اما ان الولد مجتهد وانت ظلمتيه، يا اما انه ما بيعرفش حاجه تبقى انت ما علمتهوش. ما هذا من 2. يعني ده طفل لسه في ثالثه ابتدائي. وبعدين انا اقر واعترف امام الله ان الواد ذكي. تقوم ترد بفلسفه فرويد تقول ايه؟ اصل عنده تخلف عقلي. قلت له والله العظيم ده احسن منك لانه حافظ جزء عامه انت ما تعرفش نواقض الوضوء. ادي التعليق. اذا كنت مضطهدها عشان ابن الشيخ كشك نسيب لكم البلد ونطفش. انا مش عارف بلوتيتي، انا مش عارف. لما عيل قال اما عيل يسمع كلمة تخلف عقلي بالله العظيم يعمل ايه؟ ده مش يتعقد وبس، ده يتعقد ويتعصرب. قلت له ابدا، ده الواد ابن حلال وحافظ جزء عامة 36 صورة وبحافظ خطبة يقف يقول هنا مدرسة محمد ونزل الامين جبريل وقال له اقرأ، قال ما انا بقارئ، فاخذه جبريل وضمه ضمة شديدة وقال له اقرأ باسم رب. قلت له ده عنده تخلف عقلي؟ ده عشان خاطر سيدنا محمد ما يبقاش عنده تخلف عقلي ابدا. تخلف عقلي ايه؟ عشان خاطرك يا ستي انا هحوله مدرسة. حولته مدرسة؟ اعمل ايه؟ اذا انت لم تكرم بارضك فارتحل، فلا خير في ارض مهان كريمها. البقت رخرة بسلامتها بتعرف التخلف العقلي. طب يا بتاعت علم النفس، يا بتاعت علم النفس، قولي يا ستي تخلف عقلي، قولي هستيريا، وحللي الواد، قولي مسعرات والعواصف. ده دليل على ان التعليم فاشل. وزير التعليم بتاعنا بيسخر بمسرحية مدرسة المشاغبين. بيقول انها لما راحت الامارات وجدت رواجا عظيما. طب يا وزير التعليم اتق الله، ده فساد. ده مدرسة المشاغبين دي بتعلم التاريخ وبتعلم الفوضى. ده الامام الشافعي رضوان الله
كان لما يبص لصفحة من صفحات الكتاب يحفظها بمجرد نظرة. ولذلك كان يحط ايده الشمال على الصفحة اللي على الشمال عشان ما يحفظش الصفحتين في وقت واحد، عشان بس يتفرغ انه يبص للي على اليمين. وبعدين في يوم ماشي فوقعت عيناه على كعب امرأة، عين وقعت على كعب امرأة، جه يحفظ ما عرفش يحفظ، وبعدين راح لاستاذه وكيع بن الجراح فبيقول شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نور الله لا يهدى لعاصي. وده ما عصاش، ده عينه وقعت خطأ على كعب امرأة. المعصية تترك في القلب سوادا يحجبه عن نور الله. ولذلك العلامة ابن سينا كان عالم رياضيات بارع، بيقول ان انا قعدت احل مسألة رياضية ما عرفتش ابدا. بيقول مسكت الكتاب قطعته دراسته، قطعت الكتاب وقلت اما اروح اصلي العصر ربنا يفتح علي. فبعد ما صلى العصر هو طالع من المسجد لقى واحد بيبيع كتب بينادي على كتب، فجاب كتاب وقال لابن سينا اشتريه. فابن سينا بيقول بصيت فيه لقيته نفس الكتاب اللي انا قطعته في البيت. طب هعمل بيه يا ابني ده لسه ما قطعته؟ قال له عشان خاطري انا خده ولو ما تقراهوش لان انا جعان وعايز اشتري بثمنه اكتر. فابن سينا بيقول لما سمحت ايه ده؟ قلت له خد يا ابني اهو الفلوس اهي وبرضه هاخد الكتاب عشان ايه ما اكسفكش. بيقول انا اخد الكتاب على ان اركنه، تصدقت بثمنه وهركنه. فبيقول اول ما افتح كده انه بدا اشوف كده يمكن يكون ربنا فتح عليا بعد الصلاه. بيقول فتحت على المساله اللي انا ما كنتش عارف احلها فشرح الله صدري فحللتها. بفضل ايه؟ الطاعة، انه صلى وتصدق على مسكين. فالعلم مش عايز مدرسة المشاغبين، العلم عايز الطاعة، عايز المعرفة. النهاردة التلميذ مع ابوه والمدرس مع التلميذ علاقة لا يقبلها الله. خلاص يبقى الواحد قاعد مع بناته وقدام الفيلم، والعندليب اللي مات بيقبل بطلة الفيلم 90 قبلة في فيلم ابي فوق الشجرة، ومع ذلك الاب قاعد وبناته قاعدين، لا الاب بيختشي ويقوم يقفل الصنم ولا البنات يستحوا ويقوموا يناموا. واحد ذاك النهار بيقول لي كانوا بيذيعوا فيلم في التلفزيون من الافلام اياها اللي هي الساقطة اسمها اني راحلة. اني راحلة، فيلم كله والعياذ بالله جنس احمر. الراجل بيقول انت سبت قمت قفلت التلفزيون. انت عارف بناته يعملوا ايه؟ سابوه وطلعوا عند الجيران كملوا الفيلم فوق. يعني اذا ما كانش عاجبك احنا هنشوف لنا تلفزيون تاني، هنشوف سينما تانية. ما خلاص. ولذلك الامام مالك بيقول لما البنت يجي لها واحد يخطبها يقول لها تتجوزيه ولا لا؟ اذا سكتت يبقى السكوت علامة الرضا، اذا بكت يقول لك الامام مالك امها تدوق دموعها، اذا كانت دموعها حلوة تبقى دموع فرح، اذا كانت دموعها ملحة تبقى دموع زعل ورفض. قلت والله يا عم مالك انت تعب نفسك، ده النهارده بتقول لها يما اعملي معروف ما عادش فيها كسوف، قوم افتحي له الباب ولا اناديله انا غصب عني وغصب عن ما يصوزر وعن ما يجازر. مفيش. الحياء خير كله، الحياء خير كله. وخلينا احنا قاعدين تحت رحمة جنيف وبرجنيف ومخصمين ربنا، وبعتنا نصالح روسيا قالت لا ده احنا بنغضب بسرعة انما بنروق بصعوبة. يا ساتر يا رب، يغضبوا بسرعة انما لما يصطلحوا ببطء. نروح لامريكا تقول ما اقدرش اضغط على اسرائيل،
امال الجنيه امتى؟ طب بقى معلش فوتوا السنه دي، وبعد السنه نبقى نتمحكوا وتقعدوا مع بعض وتشربوا فنجانين قهوه ساده وسكر زياده وينفض المولد. ها المسجد الاقصى فين؟ بيسحروا تحت ارضه عشان يوقعوه، عشان يهدموه. المسلمين فين؟ في مدرسه المشاغبين. كل عام وانتم بخير. اللي يحب النبي سمعنا الصلاه عليه، يقول اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام بيورينا طريق الوصول الى المسجد الاقصى. طريق الوصول ايه؟ اسمع معايا كلام النبي. طريق الوصول بيقول لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر او الشجر، فينادي الحجر قائلا يا مسلم ان ورائي يهوديا فاقتل. اليهود مش بتوع جنيه، اليهود مش بتوع معاهدات. اليهود ربنا بيقول فيهم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. نعمل فيهم ايه يا رب؟ قال فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. اضربهم. اليهود ما لهمش غير الضرب، ما يلوش الا بالضرب. النبي عاملهم بالمعاملة دي. خلوا النبي قاعد تحت الجبار وطلعوا شالوا فردة رحى عشان يرموها من ثالث دور على دماغ النبي. قبل الرحى ما تنزل بدقيقة واحدة الامين جبريل قال له المكان ده يا محمد دلوقتي. النبي قال من هنا والرحى نزلت من هنا. قام النبي قال لا يساكنون في مدينتنا يا يهود قدامكم 15 يوم، اما الجلاء واما القتل. ورحلوا من المدينة. انما احنا هنروح نجيب روسيا وبعدين نجيب امريكا، وبعدين ربنا بينادي علينا بيقول فاين تذهبون؟ يا عالم انتوا رايحين فين؟ رايحين روسيا يا رب دول اعدائي، رايحين امريكا يا رب دول اعدائي. امال نروح لمين يا رب؟ قال له فتوكل على الله انك على الحق المبين. حسن البنا اللي كان في سن الشباب استطاع انه يكون جيش من المسلمين دوخوا اليهود سنة 48، والجيش المصري يشهد بهذا. كان الواحد من المسلمين اللي ربهم الشهيد حسن البنا يدخل اي معسكر اي مستعمرة ساعة ما يقول الله اكبر لا اله الا الله يقولوا محمد حضر، يا يسيبوا السلاح وتنهم طالعين يجروا على طول. فاليهود مش عايزين جيوش نظامية وبس، اليهود عايزين حرب عصابات، واللي يحاربهم يكون صاحب عقيدة، ما يكونش حشاش وما يكونش طول الليل قاعد بيقول يطولوك يا ليل ويأخروك يا ليل. لا، اليهود مش عايزين حشاشين، اليهود مش عايزين خمرجية، اليهود مش عايزين سبابين دين. اليهود عايزين ناس تقول ايه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اليهود عايزين رجاله، وما دام في رجاله اليهود مش هيستمروا لا هنا ولا سينا ولا ضفه غربيه ولا غيره، هيرحلوا لوحدهم. سمعنا الصلاه على الحبيب النبي. شوف فضل الصلاه بيقول فيه النبي رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وايقظ زوجته فان ابت نضح وجهها بالماء. لا اله الا الله. شوف بيوت المسلمين زمان، الراجل قام يقول له صلي عشان يقوم يصلي قيام الليل، وبعدين مراته نايمه يقول لها قوم صلي، تقول له انا كسلانه شويه، يقوم يجيب شويه ميه ويرش على وشها شويه عشان تتنبه فتقوم تصلي. ورحم الله رجلا قام ليصلي وايقظ زوجته فان ابى ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء. وصلوا جماعة قيام الليل، الراجل يصلي امام والست تصلي وراه. طب جزاهم ايه؟
قال اذا قام الرجل فصلى مع زوجته كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا سلام يا سلام على البيوت اللي ربها النبي. الراجل قال يقول مصلي بالليل ويقول لمراته قوم صلي. ايه يعني ما قومش اشوف التلفزيون اللي لادي فيه ايه؟ لا، قوم صلي لله. راخر القليل كان كثير. كان الجنيه ربنا بيحط على اليمين صفرين يخليه 100 جنيه. النهارده كان ناس بتاخد 100 جنيه بينشال الصفرين اللي على اليمين بيفضل جنيه واحد. يعني بياخد 100 جنيه واخر الشهر يستلف. ليه؟ لان ما فيش في البيت لا اله الا الله، ما فيش في البيت تقوى ولا رحمه ولا مغفره. اول ما بيقبض المرتب بيدخل على المدام على طول، تكون هي منتظره ورا الباب. قبضت يا مسييه؟ يقول لها قبضت يا مدام. تقول له ايدك على الملعوب يا عم. عدلها المرتب. تاخد المرتب تضربه 60 عفريت. ترابيزه في هيلتون، ليله في شيراتون، فسحه في نادي الشمس، مش عارف ليلتين في الميريلاند، سبورتنج، سان ستيفانو، كليوباترا، المصايف. راح ما فكرش مره يحج بيت الله، ما فكرش مره يعمل عمره، ما فيش. وهكذا تفتح الثلاجه بتاعته تلاقي نصها ازاز خمره. ادي هم عايزين كده، عايزين المواطنين كده. انما المواطن الصالح اللي يعرف ربنا لا، ده قيمته ايه؟ ده خطر على المجتمع. بالعكس ده هو ده العمود الاساسيه في المجتمع. ولذلك شوف الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام بينادي على الامه ويقول ما زلتم منتصرين على عدوكم ما دمتم متمسكين بسنتي، فاذا خرجتم عنها سلط الله عليكم من يبعث الرعب في قلوبكم. اسأل الله السلامة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله.